شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا خلصنا مع بعض اول جزء من ليسون 1 واللي كان بيتكلم عن البايوسفير اللي هي الانترو بتاعت المنهج دي. طبعا كان جزء سهل خلاص وعدناه. ندخل بقى النهارده باذن الله في بارت 2 من ليسون 1 واللي هيتكلم عن الاورجانيك سبستانس. عامه الجزء ده مش بس سهل في المنهج، لا هو حتى في الحياه بسيط، مش اللي هو محتاج كلام كتير. فالحصه دي هتفيدك بقى في تمرينك، هتفيدك في حياتك. فعايزك بقى واحدة واحدة كده تكون رايق، توت الشاي بتاعك ويلا نبدأ. زي ما قلنا ان احنا هنتكلم النهاردة عن اول حاجة وهي الاورجانيك سبستانس. بس في البداية ايه معنى كلمة اورجانيك اصلا؟ كان عندك معلومة من الترم اللي فات او مقارنة صغيرة خالص بين الحاجات اللي بتكون اورجانيك والحاجات اللي بتكون نون اورجانيك. امتى المفروض اقول الجملة دي وامتى اقول الجملة دي اصلا؟ يعني ايه الفرق بين الاتنين؟ انت عندك والله element اسمه كربون وحاجة تانية اسمها هيدروجين. هما الاتنين بيتحددوا بالعنصرين دول. لو عندك حاجة فيها كربون وهيدروجين الاتنين مع بعض فده وش بنسميها اورجانيك. طب لو حاجة فيها كربون بس او هيدروجين بس، ده او ده، يبقى الحاجة دي بتكون نون اورجانيك. طيب ثواني، اكيد دي المركبات دي بيكون لها خصائص معينة ودي برضو لها خصائص معينة. يعني الحاجات الاورجانيك دي هي طبعا فيها كربون وهيدروجين زي ما قلنا، بس خصائصها ايه؟ خصائصها ان هي بتكون حجمها كبير قوي، فطبعا large in size. وكلمة large in size دي في البايو، بما ان المنهج كله بايو، فهي احنا حاجة بنسميها بوليمر. خلاص، يبقى اول حاجة الحاجات دي حجمها كبير جدا large in size وقلنا بنسميها بوليمر. طيب نيجي رقم 2، لو انا عايز اخد شوية examples مثلا على الحاجات الاورجانيك من المنهج برضو مش هنطلع بعيد. رقم 1 عندك حاجة اسمها كربوهيدرات وهنعرف يعني ايه كارب. رقم 2 عندك بروتين. رقم 3 عندك فاتس. ورقم 4 عندك حاجة اسمها نيوكليك أسيد. كل دي بيكون عبارة عن ايه؟ كل دي الاكزامبلز على مين؟ على حتة الاورجانيك سبستانس او المركبات العضوية او الحاجات اللي حجمها كبير او البوليمر. طيب نيجي الجهة التانية النون اورجانيك، قلنا والله فيها كربون بس او هيدروجين بس. كربون بس او هيدروجين بس، فممكن ناخد اكزامبل عليها مثلا الكربون دايوكسيد. ممكن ناخد اكزامبل تاني مثلا هيكون الووتر. زمان كان العلماء بيقول لك معلومة غريبة قوي، قالوا ان حتة الاورجانيك والنون اورجانيك بنقسمها على حسب وجودها في الجسم او لا. يعني مثلا انت عندك الكربوهيدرات دي حاجة موجودة في جسمنا اللي هي السكر، مثلا سكر الدم. عندك البروتين موجود في الجسم، فقال لك ان ده حاجات اورجانيك تمام. طيب ما الووتر موجودة في الجسم، فكانوا بيقولوا ان الووتر كمان حاجة اورجانيك. بس طبعا مع التقسيمة الجديدة والعلم الحديث طبعا التطور والجو ده كله، قسمناها تبع السي والاتش. فالحاجات النون اورجانيك طبعا الووتر منها والكربون دايوكسيد منها، مع ان الاتنين دول في جسمنا بس كده كده دول نون اورجانيك. انما نيجي على الحاجات الاورجانيك بقى بتكون الكارب والفاتس والبروتين والنيوكليك اسيد او الحاجات اللي فيها سي و اتش الاتنين مع بعض. طبعا لارج ان سايز بنسميهم بوليمر. طيب نيجي هنا، طالما دي لارج فالحاجات دي كده كده هتكون سمول، وطالما دي بوليمر فالحاجات دي هنسميها مونيمر. ده الفرق بين الاورجانيك والنون اورجانيك. نبدا بقى في حصتنا. اول حاجه عندك هي الاورجانيك كيميكال كومباوند اللي موجوده في البايوسفير، وقلنا ان هم 4 اللي هندرسهم: كارب وبروتين وليبيدز وحاجه اسمها نيوكليك اسيد. طبعا الحاجات دي بتكون اسينشال ليه؟ الحاجات دي بتكون مهمه لجسمنا. مهمه لجسمنا ازاي؟ والله ممكن بتبني الجسم، تديلنا انرجي، شغاله في الاستراكشر، شغاله في اي حاجه في جسمك. فانا عايزك تبدا معاها واحده واحده. اول حاجه عندك واول حاجه هندرسها هي الكربوهيدرات. لما اجي اعرف الكربوهيدرات بيقول لك دي الموست كومن اورجانيك كومباوند اللي موجود في الليفنج اورجانيزم. دي اكتر حاجه بتكون موجوده في الليفنج اورجانيزم. طيب ثواني، احنا قلنا الكارب طالما هي حاجه اورجانيك فبالتالي هي بتكون حاجه حجمها كبير ولا صغير؟ طبعا بتكون لارج. طب بالتالي برضو بتكون بوليمر ولا مونيمر؟ برضو بتكون بوليمر. يبقى في البدايه لما اجي اتكلم عن الكربوهيدرات هقول لك والله ان الكارب بتاعتنا دي بتكون عباره عن بوليمر زي ما اتكلمنا، وحاجة السايز بتاعها بيكون ضخم، بيكون كبير. وانت كده كده عارف كمعلومة بديهية جدا ان اي حاجة حجمها كبير فبالتالي هتتكون من حاجات حجمها صغير. طيب البوليمر ده حجمه كبير هيتكون من حاجات صغيرة اللي هي المونيمر. وانت عندك معلومة ان مونيمر الكربوهيدرات اللي عندك حاجة اسمها سيمبل شوجر. بس واحدة واحدة، الكرب دي اصلا مش هي اورجانيك؟ تقول لي اه. اقول لك طب طالما هي اورجانيك فايه العناصر اللي بتكونها؟ ايه يعني الاليمنت اللي بتدخل في تكوين الكرب؟ كده كده انت عارف ان السي موجود والاتش موجود طالما هي حاجه اورجانيك، بس الاو برضه بيكون موجود اللي هو الاكسجين. فانت عندك 3 عناصر اساسيه بيكونوا الكربوهيدرات وهم السي والاتش والاو.
التلاتة دول أساسيين، ما ينفعش نستغنى عن واحد منهم، تمام؟ بس بنسب ثابتة. يعني إيه؟ يعني كل حاجة هنا بتكون ثابتة في الكربوهيدرات، ما بتتغيرش، مش في كل الكرب، بتكلم عن السيمبل كارب بس. هنيجي بعد كده، دي معلومة أصلا مش عندك في المنهج عشان ما تتلخبطش يعني. أنت عندك النسب دي إحنا قلنا ثابتة، صح؟ طب يعني إيه؟ لما أجي مثلا أديك إكزامبل على حاجة زي الجلوكوز شوجر اللي هو C6H12O6، طب ما هو ده كان عبارة عن كربوهيدرات في C و H و O، وكده كده هنعرف نفرقهم مع بعض. بس ثواني، هل النسبة دي ثابتة؟ أقول لك لو جينا قلنا مثلا والله على 6 فيها الواحد، فيها هنا 2، فيها هنا الواحد، يبقى النسبة 1 2 1. فالحاجات دي كلها ثابتة، وركز إن النسب دي مش بتتغير من غير دخول في تفاصيل كتير من بره منهجك، بس واحدة واحدة. أول حاجة إحنا قلنا الكارب هي حاجة بوليمر، يعني جزيء كبير، فطبعا هتتكون من حاجات أصغر منها. وقلنا مونيمر الكربوهيدرات هي في البداية خالص حاجة اسمها السيمبل شوجر أو المونوساكرايد. نبقى واحدة واحدة. احنا لما نيجي نقسم الكارب اللي عندنا هنقسمها لثلاث حاجات. في حاجة، أول حاجة عندك اسمها مونوساكرايد، تاني حاجة اسمها دايساكرايد، تالت حاجة اسمها بوليساكرايد. كلمة مونو معناها واحد، يعني جزيء واحد بس، يعني المركب ده هيكون مثلا مركب واحد أو هيكون حاجة واحدة. طب كلمة داي معناها اتنين مركبين مع بعض. كلمة بولي بقى معناها عديد بالعربي. ايه معنى كلمة عديد؟ كتير والله، شغالة بقى، ممكن اقول لك 1000 2000 3500 400 اي رقم كتير، بس المهم هتكون بولي. بس في البداية واحدة واحدة، قلنا مونيمر الكارب هي حاجة بسيطة جدا وهو المونوساكرايد. طيب ما المونوساكرايد او السيمبل شوجر لما اجي ادرو ديفينيشن بيقول لك ده السمبلست فورم اوف كربوهيدرات، ده ابسط حاجه موجوده في الكارب، بيكون كونسيست اوف ايه سنجل شوجر يونت، زي حاجه اسمها الجلوكوز اللي احنا لسه واخدينه من شويه، اللي هو اصلا كان ايه؟ كان C6H12O6. ده اول حاجه اللي هو الجلوكوز. طب نيجي رقم 2 في اكزامبلز ثانيه، في كتير. في عندك حاجه كمان اسمها فركتوز. يبقى الفركتوز ده برضو نفس الفكره، الفركتوز ده بيكون سكر الفاكهه او السكر اللي بيكون موجود في العسل. يبقى واحده واحده، انت عندك دلوقتي كام اكزامبل على المونوساكرايد في منهجك؟ هم 2، جلوكوز وفركتوز. في حاجات تانية، في 2 كمان او في 3 كمان او في 4 كمان، بس انت مش مهم تعرفهم خالص، زي الجلاكتوز والرايبوز والجو ده. يبقى تاني، انت عندك جلوكوز ده السيمبل شوجر، فركتوز ده الفروت شوجر او الهاني شوجر. بس واحده واحده، عندك سكر كمان بيكون اسمه رايبوز. عايزك تحفظ لي ده دلوقتي لان احنا هنحتاجه في اخر الحصه. سكر الرايبوز ده برضو بيكون مونوساكرايد. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ الفرق بين الثلاثه هم اصلا موجودين فين؟ يعني الجلوكوز سكر العنب، فركتوز سكر فاكهه او سكر عسل، رايبوز ده بيكون عباره عن سكر بس بيكون 5 كربون. يعني ايه 5 كربون؟ ما انت لو جيت تشوف الجلوكوز بيكون فيه كام كربون؟ 6. جيت تشوف الفركتوز برضو فيه كام كربون؟ 6. تيجي تبص على الرايبوز ده، مع انه مش في المنهج بس انا بجد هحتاجه، هتلاقي ان هو بيكون C5. طب هو موجود فين؟ بيكون موجود في النيوكليك اسيد، سواء كان دي ان ايه او حاجه كمان اسمها ار ان ايه. فانا عايزك تثبت لي على المعلومه دي دلوقتي بس، وكده كده هنرجع لها ايه كمان شويه. طيب حلو، بس في معلومه كمان برضو عايزك تفهمها. لما يجي يقول لك مثلا واحد عنده مرض السكر، وانا عايز اعرف نسبه السكر اللي موجوده في جسمه، بقيس اي نوع من انواع السكر بقى؟ ما هو كل اللي على السبوره دول دلوقتي، كل اللي على البورد دول شوجرز، بقيس ايه منهم بقى؟ بقيس الجلوكوز. فانت عندك الجلوكوز ممكن اديله اسم تاني غير العنب بقى، وان هو السمبلست فورم والجو ده. هدي كمان حاجه، ايه هي؟ ان هو بيكون عباره عن البلاد شوجر. يعني ايه بلاد شوجر؟ سكر الدم. ايه سكر دي؟ سكر الدم، ده السكر اللي ماشي في دمك دلوقتي. طيب حلو، نفكس بقى اول حاجه اللي هي المونوساكرايد، ندخل على الداي. هتجيب لي والله واحد مونو زائد كمان واحد مونو، يبقى هنكون الداي. يبقى الداي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 من دول يكونوا واحد من ده. فنبدا برضو اول حاجه الداي ساكرايد، عليه 2 اكزامبلز في المنهج هنا. اول حاجه اسمها مالتوز او المالت شوجر، ده سكر اسمه سكر الشعير، وانت كده عارف الشعير يعني اللي بيتعمل بيه البريل بقى والخمره والجو ده. المهم ده المالتوز. طيب بيتكون من ايه؟ والله المالتوز ده بيتكون من فيوجن، او نجيب 2 من الجلوكوز مع بعض يقوم مكون لك المالتوز ده، بس مش في المنهج، فانا بس عايز اوضح لك ان هو بيتكون منها. طيب نيجي بعد كده سكر تاني اسمه سكر اللاكتوز. ساعات لما نيجي مثلا نروح ننزل الماركت نبص عايزين نشتري جهينه او اي حاجه من دي، اي لبن عامه، هنيجي نبص ساعات بيبقى مكتوب عليه من تحت لاكتوز فري.
كلمة لاكتوز فري دي أصلا معناها إيه؟ معناها إن مفيش فيه سكر، ما اللبن النورمال الطبيعي بيكون فيه سكر عادي وفيه فاتس وفيه بروتين، ما اللبن كده كده غذاء كامل، بس لما أجي أبص وألاقي كلمة لاكتوز فري يعني مفيش فيه سكر، فسكر اللبن بيكون اسمه لاكتوز. طيب دول بيكونوا مونو ولا داي ولا بولي؟ داي سكرايد. في حاجات تالتة؟ في حاجات كمان. أنت عندك سكر من نوع كمان بيكون اسمه سكروز. سكر السكروز ده بيكون اسمه سكر القصب، فبرضه بيكون دايسكرايد. طيب حلو، سكر القصب ده عامة جاي من الفركتوز وجلوكوز، واحد من ده وواحد من ده عشان يكونوا سكر السكروز اللي هو القصب. انا بس عايز اوضح لك ان كل ده حاجات مش عايزين اوفر بره، بس يعني ايه، نركز هنا. ندخل بعد كده في البوليساكرايد. بوليساكرايد قلنا معناه سكر عديد، يعني بيتكون من حاجات كتير قوي. طيب زي ايه بقى؟ وخد بالك هو بيتكون من حاجات كتير قوي صح، بس الحاجات الكتير قوي دي كلها جلوكوز. معلومة غريبة شوية، ازاي؟ يعني هاتلي 1000 جلوكوز من ده نكون سيلولوز، هاتلي 2000 3000 4000 نكون ستارش. فاهم الفكرة؟ انا بديك امثلة اللي هو احنا بنجيب كتير مش رقم ثابت. وركز في المعلومة دي قوي، مفيش رقم ثابت للجلوكوز اللي موجود جوه السيلولوز، مفيش رقم ثابت للجلوكوز اللي موجود جوه الستارش، مفيش رقم ثابت للحاجات البولي. الارقام الثابتة ان ده 2 وده 1، البولي ملوش رقم ثابت. هقول لك ليه. احنا مثلا الستارش ده معناه بالعربي نشا، من غير ما اشرح اي حاجه لسه. النشا ده بيكون موجود مثلا في بطاطس، بطاطا في جوه جسمي لو كلت بطاطس. فلما اجي اقارن مثلا، هو النشا اللي جوه البطاطسايه دي زي البطاطسايه دي او زي البطاطا دي او زي اللي في جسمي انا؟ مستحيل. اكيد يعني اكيد في فروق، فانا ما اقدرش اديها رقم ثابت. وخد بالك يعني ممكن اقول لك مثلا هو النشا اللي جوايا انا دلوقتي زي اللي جواك انت دلوقتي، برضه ما اقدرش اديها رقم ثابت. فهمت الفكره؟ طيب حلو، نيجي بعد كده. انت عندك البوليساكرايد قلنا سكر عديد يعني بيتكون من حاجات كتير قوي، فخد بالك انت عندك اكزامبل عليه حاجه اسمها سيلولوز، تمام، وعندك اكزامبل تاني حاجه اسمها ستارش او نشا. يبقى عندك سيلولوز وحاجه اسمها ستارش، وهناخد اهميتهم في الايه السلايد اللي جايه، بس واحده واحده. وعندك حاجه ثالثه بيكون اسمها جلايكوجين. دول اكزامبلز عليه، اكزامبل على بولي سكرايد او سكر عديد. طيب حلو قوي، ندخل في اللي بعده. انت عندك الامبورتنس بتاع الكربوهيدرات. انا عايز اعرف ليه الكرب ده مهم. اول حاجه هقولها لك ان ده اسرع سورس ممكن جسمنا ياخد منه انرجي. ليه؟ لو فاكر من الحصه اللي فاتت كنت قلت لك والله انا مهبط ورايح العب مثلا ماتش بادل او رايح العب بينج او رايح العب اي حاجه، تمام، ودلوقتي انا مفيش فيها طاقه وعايز اخد طاقه، هشرب ميه ولا اروح اشرب ريد بول؟ كنا قلنا هنشرب ريد بول. اشمعنى ريد بول دي غير انها انرجي درينك والجو اللي عليها ده كله فيها سكر كتير، فالسكر ده يديني طاقه. فبالتالي لما اجي اقول لك انا باخد الانرجي منين، يبقى بناخدها من الشجر او من الكربوهيدرات. فبقول لك في الاول دي بتكون عباره عن consider the main source of energy in most living organisms، احسن مصدر للطاقه في الايه في الليفنج اورجانيزم عامه. اشمعنى؟ الكربوهيدرات تكسيرها سهل، بسيطه. يعني جسمك دلوقتي لو قدامه كارب وقدامه دهون وقدامه بروتين، واقف قدامه الثلاثه دول كده، هياخد الطاقه منين؟ من الكارب. اشمعنى؟ سهل بسيط، ممكن اكسره بسرعه. مع ان خد بالك ان الطاقه اللي بتيجي من الدهون اكتر من الطاقه اللي بتيجي من الكارب، بس اشمعنى بختار الكارب ده؟ بختار الكارب عشان هو سهل وبسيط، سريع قوي في ان اخد منه الطاقه. فبالتالي لما اجي اقول لك اشمعنى، تقول طبعا because this compound are broken down inside cells to produce the energy necessary for vital activity. طيب عايزين ناخد الأهمية زي ما قلنا. بص، احنا هنتكلم عن أهمية البوليساكرايد بالتحديد، لأن كده كده أنت عارف إن الباقي كلهم انرجي. البوليساكرايد أهميتهم مختلفة شوية. إزاي؟ رقم واحد انرجي ستورج، تخزين طاقة. يعني ايه كلمة تخزين طاقة؟ هقول لك. احنا دلوقتي مثلا بإذن الله احنا داخلين على رمضان يعني، وكل سنة وانتم طيبين والجو ده. احنا داخلين على رمضان وهنصوم ان شاء الله. ازاي جسمنا بياخد طاقة تخليه يقدر يكمل اليوم عشان الصيام؟ يعني ايه برضه؟ احنا بنسحر مثلا الفجر، بنقف خلاص كده هنكمل بقى اليوم صيام. جسمي دلوقتي هيديني منين طاقة ان انا ممكن انزل شغلي او اروح المدرسة او اذاكر او اعمل العب كورة، اعمل كل ده ازاي؟ في انرجي بتكون متخزنة في جسمنا. الانرجي اللي متخزنة في جسمنا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كربوهيدرات، ده نوع منها يعني، في انواع تانية بس عبارة عن كربوهيدرات. فلما اجي اقول لك والله اكزامبل على الاستورج بتاع الانرجي اللي موجود في الليفنج اورجانيزمز، اقول لك رقم واحد الستارش، رقم اتنين جلايكوجين. ايه الفرق بين ده وده؟ الستارش ده مخزن الانرجي بس بيكون في البلانت، اما كلمه جلايكوجين دي، وخد بالك انت كنت اخدتها في ثالثه اعدادي، الجلايكوجين ده بيكون الستورج بتاع الانرجي، بس فين يعني؟ بيكون في الانيمال والهيومن.
شغال هنا وهنا. طيب فين في الهيومن؟ موجود ومتخزن عندنا في مكانين، يا اما في الليفر يا اما في المصل. موجود في الاتنين، قاعد في الليفر وقاعد في المصل. خلاص قاعد في الكبد والعضلات. طيب حلو قوي، قلنا ده مخازن الانرجي اللي بتكون موجوده في جسمنا. يبقى رقم واحد من اهميه البوليساكرايد هي الاستورج بتاع مين؟ بتاع الانرجي. ندخل على رقم اتنين، بيقول لك فورميشن اوف سبورتنج ستراكشر، عايز يكون هيكل داعم للجسم. طب هقول لك واحده واحده، احنا ايه اللي بيدعم البادي بتاعنا احنا كده كهيومن؟ والله احنا كهيومن اللي بيدعم الجسم بتاعنا هي البونز، العظم. بس لما اجي اقول لك ثواني، ما هو في حاجات تانية مش زي الهيومن مفيش فيها عظم، زي مثلا عندك حاجة اسمها الارثروبودز اللي هي المفصليات، او مثلا الكريستيشنز زي الجمبري. الجمبري ده الدعامة بتاعته موجودة فين؟ تقول لي ثانية، الدعامة بتاعت الجمبري موجودة بره، اللي هي القشرة اللي احنا بنشيلها علشان ناكله. طيب حلو، القشرة اللي احنا بنشيلها دي عبارة عن مادة بوليساكرايد اسمها تشيتن. خلاص، او بالعربي اسمها كايتين بس بالانجلش اسمها تشيتن يعني، فقشطه. دي موجوده فين؟ موجوده في الارثروبودز. خلاص، مفصليات زي مين؟ ممكن اقول لك انسكت عادي، ممكن اقول لك مثلا سبايدر، ممكن اقول لك مثلا اللي هو الشريمب، ممكن اقعد اقول اكزامبلز كتير قوي. خلاص بس ركز ان هي في المفصليات، الكائنات المفصليه يعني. حلو، دي حته التشيتن. طيب نيجي رقم 3، بيدخل برضو في السيل كونستراكشن، واكزامبل بقى على تركيب الخلايا حاجه اسمها سيلولوز. وبرده ده كان عندك بس مش ثالثه اعدادي، كان عندك في الترم الاول. كنا اصلا لو تفتكر ان انا لما كنت باجي ارسم مثلا البلانت سيل، كنت برسم البلانت سيل كده وكان جوه هنا بيكون في خليه. بس واحده واحده، الحته اللي بره دي اسمها ايه؟ الحته اللي بره دي كان اسمها السيل وول، والحته اللي جوه دي كان اسمها بلازما ميمبرين. خلاص، بره كان جدار خليه، جوه غشاء خليه، بره وول وجوه ممبرين. بس ثواني، بره ده الوول ده كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من السليلوز. وصلت؟ فلما اجي اقول لك السلوز مفيد في ايه، تقول لي بيدخل في الاستراكشر بتاع السيلز بتاعت البلانت مش اللي هيومن. دي ملهاش علاقه الا بالبلانت. احنا جسمنا ما علوش اصلا وول. فلما اجي اقول لك الانيمال سيل اللي هو المفروض احنا منهم بتكون عامله كده، ده مين؟ ده الممبرين بس، ده مش الوول. وصلت الفكره؟ يبقى تاني ده اهميه الكربوهيدرات. يبقى ريفيجن سريع على حته الكرب. قلنا اول حاجه الكرب بيكون عباره عن بوليمر. رقم 2 مثلا اتكلمنا قلنا ان الكربوهيدرات لها اليمنت ثابته بتدخل فيها اللي هي السي والاتش والاو. قلنا طبعا 1 2 1. دخلنا بعد كده قلنا اشمعنى الكربوهيدرات اللي باخد منها الانرجي؟ لانها اسهل سورس للانرجي موجود في الجسم، بكسرها بسهوله وبطلع كميه طاقه مش وحشه طبعا، كميه طاقه كبيره. طيب ندخل بعد كده قلنا اهميتها ايه. هنتكلم عن البوليساكرايد. رقم 1 ستارش وجلايكوجين، دول شغالين ستورج اوف انرجي. والله ستارش انيمال، والله قصدي بلانت. ستارش بيكون بلانت، اما بيكون الجلايكوجين فين؟ في الانيمال، وبيكون موجود في الهيومن طبعا في الليفر ومسلز. ندخل بعد كده على الاثنين دول. عندنا التشيتن كان موجود فين؟ كان موجود في حته الشريمب مثلا كاكزوسكيلتون، دعامه خارجيه. اخر حاجه كان السليلوز، بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في السيل وول. طيب ده حته الكربوهيدرات. نيجي بعد كده على الانرجي في الليفنج سيلز. كنا اخدنا معلومه صغيره خالص وقلنا ان الانرجي لما تكون موجوده في الليفنج سيلز هي بتكون عباره عن مركب اصلا بيكون اسمه اي تي بي. ده الدايركت سورس اوف انرجي، ده المصدر الاساسي او المباشر الدايركت للانرجي اللي بتكون موجوده في جسمنا. طيب حلو، طالما ده المصدر الدايركت للانرجي في البادي، هو بيجي منين؟ ما احنا قلنا بيجي من الكارب. بس واحده واحده، تركيبه ايه؟ والله تركيب الاي تي بي في البدايه عباره عن مركب اسمه ادينوزين. كلمة ادينوزين اللي هي حرف الاي دي، خلاص اللي هي ده الادينوزين ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن نيتروجين بيز، قاعدة نيتروجينية. وهناخدها ان شاء الله في البايو، بس طبعا انت بكالوريا انت باشا، فهتبقى ان شاء الله فين؟ في ثالثه ثانوي. ده ان ما لغاهاش في ثالثه ثانوي يعني يا رب. المهم نيجي بعد كده، ده حته ايه؟ الاي تي بي. قلنا اول حاجه حرف الايه بيكون عباره عن ادينوزين. طب ندخل بعد كده التراي، وبعد كده بي اللي هي الفوسفات جروب. فلما اجي اتكلم على حته الادينوزين هلاقي كام فوسفات؟ والله 1 2 3 3 فوسفات جروب. بس واحده واحده، لكل واحده والتانيه بينها بوند. ففي بوندز بتكون موجوده في النص. تقول لي حلو. فلما اجي اقول لك البوند بتوين ذا لاست تو فوسفات جروب از بروكن تو ريليز الانرجي. عشان نطلع مين؟ عشان نطلع الانرجي بتاعتها لازم اكسر البوند عشان اعمل ريليزنج الانرجي. طيب واحده واحده عشان حاسك ان انت تهت. في البدايه خالص عشان ما احسش ان انا معزول عنك، عندك الاي تي بي بتكون عباره عن ايه؟ في الاول حاجه اسمها ادينوزين، بعد كده تي بي، تي اختصار لحاجه اسمها تراي، بي اختصار لحاجه اسمها فوسفات جروب. طيب حلو، فانت دلوقتي عندك مركب الاي تي بي في كام فوسفات؟ تقول لي في 3 فوسفات جروب. طيب مش كده كده الفوسفات دول هنمسكهم مع بعض؟
تقول لي هنمسكهم مع بعض بايه؟ ببوندز، بروابط. طيب حلو، يبقى دلوقتي احنا نربط الفوسفات مع بعض بكذا بوند في النص. طيب هي مش البوند دي من الترم الاول كانت عباره عن طاقه؟ مع علشان اكون رابطه اربط حاجتين ببعض محتاجه مني انرجي. تمام، فانا دلوقتي بخزن الانرجي بتاعتي فين؟ في البوندز دي. وفي معلومه صغيره خالص في الكتاب بيقولها لك، بيقول لك ان مين اقوى في حته الانرجي اللي متخزنه، البوند الاولى دي ولا البوند الثانيه؟ البوند الثانيه ده هي، يعني البوند بين الفوسفات نمبر 2 والفوسفات نمبر 3. خلاص، دي معلومه صغيره المفروض تكون عارفها بس. طيب كده دلوقتي الفوسفات المفروض خلص، بس ازاي اصلا بيحصل فيه فورميشن؟ ازاي الاي تي بي بيتكون؟ احنا قلنا واحده واحده. جوه جسمي في خلايا، جسمي كله عباره عن سيلز. ازاي بقى السيلز دي بتكون الفوسفات؟ انت عندك والله لما انا باكل كربوهيدرات بتعدي على كذا مرحله. اول حاجه بتتهضم، دايجيشن. طيب بعد كده absorption من الانتستين وتقوم داخله على دمي. طيب ايه اللي يحصل؟ دمي هيمشي فيه الجلوكوز، يقوم مدخله على السيلز، فالجلوكوز يدخل للسيلز يعمل انترنج للسيلز. بعد كده الخلايا بتعمل بروسيس. البروسيس بقى اللي الخلايا بتعملها دي اسمها سيلولار ريسبيريشن. نقف هنا شويه. انت عندك والله حاجه اسمها ريسبيريشن، وحاجه تانية بيكون اسمها سيلولار ريسبيريشن. ايه الفرق بين الريسبيريشن العادي والسيلولار ريسبيريشن؟ الريسبيريشن العادي دي بروسيس بتحصل في اللنج، في الرئه. بتكون عباره عن ايه الريسبيريشن العادي ده؟ بيكون عباره عن جاز اكستشينج، يعني اكسجين داخل وكربون دايوكسيد خارج، الطبيعي بتاعك. طيب نيجي عند السيلولار ريسبيريشن، دي البروسيس اللي الخلايا بتاعت جسمنا بتاخد فيها الجلوكوز وتحوله او تكسره او تعمل له اوكسيديشن او بريكنج داون، فتطلع حاجه اسمها اي تي بي. يبقى السيلز بتاعت جسمنا كلها بتعمل ايه؟ حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن عشان تكون الاي تي بي. بس ثواني، ما انا قبل ما اكون الاي تي بي اكيد بعدي على مراحل، ما هي مش سهله كده ومش دايركت قوي كده. المراحل دي كلها عامه ممكن تتشرح في ربع ساعه كامله او تلت ساعه، بس هي اتلغت من المنهج ففكك منها. بس لسه لك منها حته صغيره قد كده. ايه بقى الحته دي؟ قبل ما بنكون الاي تي بي اللي هو اصلا بيكون عباره عن تراي، بنكون حاجه تانية اسمها اي دي بي. خلاص، الدي بقى اسمها داي، يعني قبل ما ابقى 3 ببقى 2، قبل ما ابقى 3 من الفوسفات جروب ببقى 2 من الفوسفات جروب. بس هي دي الحته الصغيره خالص اللي بتكون موجوده لسه من السايكلز الكبيره بتاعت مين؟ بتاعت السيلولار ريسبيريشن. على فكره بجد انا مش باوفر ممكن ده تلت ساعه وانا هبقى شرحها انا قلبها اللي هو مكروت. يعني عايزك تبص بجد على، لو تشوف فيديو اجنبي او حاجه على حته الفورميشن بتاع الاي تي بي، هتلاقي سايكلز ضخمه كذا ستيب بقى ومش عارف ايه. بس يعني احمد ربنا كده كده انت منهج مش منهج اصلا. ندخل بعد كده على الاي تي بي سينثيسيس. قلنا تصنيع الاي تي بي، والله واحده واحده. السيلز بتاعتنا بتستخدم بارت من الانرجي اللي هيطلع من الجلوكوز اوكسيديشن علشان تدخل فوسفات جروب كمان لمركب الاي دي بي. فاحنا دخلنا كمان فوسفات اهو مع الاي دي بي، مع طبعا ابزورب الانرجي، فكونا الاي تي بي زي ما احنا قلنا. وكده انا معايا انرجي متخزنه في جسمنا. طيب حلو. طيب نيجي بعد كده، ايه اللي بيحصل؟ انا عايز استهلكها، عايز اكسرها. فلما اعمل بريكنج داون للاي تي بي ده هروح اكون الاي دي بي اللي هو اصلا كان معايا، وهروح برضو اطلع فوسفات فري حره اللي هي اصلا كانت داخله معايا في الاول. بس هنا بدل ابزورب الانرجي واكون اي تي بي، هنا هتبقى مين؟ ريليزد انرجي. وده ما بيحصلش في السيلولار ريسبيريشن. ليه؟ لان انا هنا بكسر الاي تي بي. يبقى بيحصل فين؟ في البيولوجيكال بروسيس. يعني عايز اتنفس بستهلك طاقه، عايز اهضم بستهلك طاقه، عايز اعمل اكزيرشن بستهلك طاقه. هي دي الطاقه اللي انا بستهلكها بقى. طيب نيجي بعد كده على المركب التاني عندك وهو البروتين. بس قبل ما ادخل في تكوين البروتين كده احنا رمينا الكارب بالاي تي بي كده اول حاجه عندك، وعامه دي اطول حاجه في الشرح. الباقي كلهم بقى لا كلمتين، ما عادش عليهم كلام كتير قوي يعني في المنهج. بس كبدايه، البروتين اورجانيك ولا نون؟ تقول لي واحده واحده. كان عندك اورجانيك فور اكزامبلز، كان بروتين، كارب، ليبيدز، نيوكليك اسيد. فلما اجي اقول لك البروتين عباره عن ايه، تقول لي والله عباره عن حاجه اورجانيك. طيب حلو، طالما البروتين زي ما احنا قلنا عباره عن حاجه اورجانيك، يبقى عباره عن بوليمر ولا مونيمر؟ تقول لي ثانيه، يبقى البروتين ده عباره عن بوليمر، يعني حاجه لارج، حاجه حجمها كبير. طيب حلو. طب اي حاجه حجمها كبير قلنا بتتكون من مونيمرز لحاجات حجمها صغير. وانت عندك مونيمر البروتين ده او المركب الصغير اللي بيتكون منه البروتين حاجه اسمها امينو اسيد.
وكان عندك السنة اللي فاتت برضه الترم اللي فات الأمينو أسيد برضه. طيب نراجع تركيبه بسرعة. الأمينو أسيد ده كمعلومة أصلا مش عندك، بس يعني حطها كده في جدول في جنب، إن الأمينو أسيد عبارة عن كربون وبيكون كونكت معاها 4 حاجات. حاجة اسمها كربوكسيل جروب، حاجة اسمها الكايل جروب، وعندك هنا هيدروجينية، وعندك هنا الالكايل اهو، دي الامينو جروب بس. يبقى انت عندك كربوكسيل، امينو، الكايل، وعندك هيدروجين. ده تركيب الامينو اسيد، بس تركينه في جنب كده مش مهم. ندخل بعد كده فين؟ على البروتين. قلنا البروتين حاجة لارج، بيتكون من حاجات صغيرة خالص كتير كده اسمها امينو اسيد. وخد بالك من حاجة معلومة قبل ما ابدأ، البروتين هسألك بيتكون من ايه تقول لي امينو اسيد، بس هقول لك معلومة تانية، هل كل الامينو اسيدز بتكون بروتين؟ تقول لي لا. ليه؟ لان انت عندك امينو اسيدز مش بتكون بروتين، لها دعوة بالمناعة اكتر في البلانت، بس فكك منها، انا عايزك بس تفهم المعلومة دي، ان انت عندك البروتين والله هو عبارة عن امينو، بس مش كل الامينو عبارة عن بروتين. مش كل الامينو اسيدز اللي بتكون موجودة عبارة عن بروتين، وعدد الامينو اسيدز اللي بيكونوا بروتين في الدنيا كلها هما بس 20 امينو اسيد. خلاص. طيب نيجي بعد كده لان باقي العناصر اللي بتكون بروتين. العناصر اللي هتكون بروتين عندك 5، هما في الاساس عامه هيكونوا 4، بس ممكن في بروتينات بيكون فيها العنصر الخامس ده. اول حاجه طبعا وده الاساس طالما هي حاجه اورجانيك، فهيبقى معانا كربون وهيدروجين الاتنين سوا. طيب ندخل بقى في الزيادات. عندك كده كده الاكسجين معانا يبقى زي الكربوهيدرات، عندك النيتروجين، الحاجات دي كلها اساسيه. بس عندك some proteins بيكون فيها عنصر السلفر ده، البعض مش الكل. خلاص، وده المعلومه اللي الكتاب قالها كاكزامبل، مفيش اي اكزامبل عندك خالص يعني. طيب ندخل بعد كده، بيقول لك وين بروتين بريك داون، لما البروتين بتاعنا يتكسر ويحصل له دايجيشن بيتحول لامينو اسيدز. بس هو ليه اصلا الحوار ده؟ يعني لو جيت سالتك بجد كتفكير منطقي قوي، هو انا دلوقتي لو رحت كلت لحمه، ما اللحمه ده انا عارف ان هي بروتين، هو البروتين اللي بيدخل جسمي على طول بيدخل عضلاتي، على طول بيكون العضلات بتاعت جسمي والتيشوز والجو ده؟ مش منطقي يعني، اكيد جسمي ما فيش فيه بروتين الجاموسه اللي انا واكلها. حاجه منطقيه قوي. امال ايه اللي بيحصل؟ كتفكير منطقي برضو، ان انا اول ما البروتين ده بيدخل جسمي يتحول لامينو اسيد، بيروح يحصل له شويه موديفيكيشنز. يعني ايه موديفيكيشن؟ تعديلات عن طريق الاورجانيلز اللي بتكون موجوده في الجسم. بعد ما البروتين ده يتعدل، بيبدا الجسم بقى، مش البروتين، بعد ما الامينو اسيد يتعدل يبدأ الجسم يكون بروتينات خاصة بيه. يبدأ الجسم بقى يحول الحاجات اللي دخلت دي كلها لحاجات مناسبة لي أنا، فيكون بقى الماسلز بتاعتنا، التيشوز والحاجات دي كلها. خد بالك احنا بنعمل بس تعديلات شكلية ووظيفية كده صغيرة، ما بنغيرش تغيير جذري يعني. المهم بيقول لك when protein break down during the digestion، لما البروتين يحصل breaking down أثناء الهضم، دي transform into amino acids زي ما احنا قلنا، that are طبعا used to make new protein inside the cells. وقلنا ليه احنا بنعمل اصلا بروتينات جديده جوه الخلايا بتاعتنا؟ علشان تكون ملائمه لجسم الهيومن، ما انا مش هاخد الفرخه ادخلها جوايا وابني بقى جسمي. طيب نيجي بعد كده الامبورتنس بتاع البروتين. اهميه البروتينز ايه؟ والله برضو اهميه البروتينز ان هي بتبني التيشوز بتاعه الجسم، بتبني انسجه الخلايا الجسم، قصدي تبني التيشوز كلها بتاعه البادي. طيب فلما اقول لك بروتين differ from each other، ليه؟ ليه البروتينات كلها مختلفة عن بعض؟ طيب مش احنا قلنا ان احنا عندنا 20 امينو اسيدز بيدخلوا في تكوين البروتين؟ تقول لي اه. هقول لك طب ما انا ممكن ارتبهم بطرق مختلفة. يعني انا لو هرقمهم مثلا من 1 لغاية 20، ممكن اجيب 1 و2 و3 مع بعض واكون منهم بروتين. ممكن اجيب 1 ده 10 مرات، و2 5 مرات، و3 4 مرات، واعمل منهم ميكس واكون بروتين. ممكن افضل اغير واعدل، اجيب 1 من الاول وواحد من الاخر. فبالتالي البروتينات اللي في الدنيا كلها ملهاش عدد، حرفيا ليميتلس، موجوده في كل حته بارقام كتيره قوي، وحاجات غريبه فيها بروتين واحنا ما نعرفهاش، والحاجات دي كلها. ده حتى الحشرات فيها بروتين، فانت ما تقنعنيش ان البروتين ده رقم ثابت. طيب فليه اصلا البروتينز كلها ارقامها مختلفه؟ لانها تتكون من امينو اسيدز كتير قوي، فانا ممكن اعدل في الارينجمنت بتاعتها. بس قال لك في الكتاب انت عندك اكزامبل صغير. الاكزامبلز اللي عندك حاجه اسمها انزيماتيك بروتين، يعني بروتينات انزيميه. ما انت خد بالك من حاجه، انت جسمك مليان انزيمز، وكنا قلنا اصلا ايه الانزيم ده؟ والله ده بيكون عباره عن سبستانس بتعمل ايه؟ بتزود من الرياكشن بتاعك، بتزود من السبيد بتاعه الرياكشن، بتسرع العمليات بتاعه الجسم. يعني ايه؟ ما الانزيم مثلا اللي موجود في الاستومك اللي هو البيبسين، ده كان انزيم بيهضم بروتين. طب في انزيمز في الماوس زي اللي عندك هنا اسمه اميليز،
هو عامة الاميليز موجود في كذا مكان في الجسم، موجود في هنا في الماوس وموجود تحت خالص برضه في الانتستين، بس ما علينا يعني. المهم الاميليز ده شغال في الهضم، فانت عندك دي انزيمز. ليه اصلا انزيمز بتكون موجوده؟ بتاكت از ا كاتاليست او عامل حفاز. ليه؟ تعمل اكسلريت للريت بتاع البايوكيميكال رياكشنز انسايد ذا بودي. طيب نفكنا من ده ندخل على حاجه تانية وهي الاستراكشر بروتين. كلمه استراكشر اصلا معناها بروتين تركيبي. يعني ايه؟ بيدخل في تركيب انسجه الجسم، واكزامبل عليه بروتين اسمه كيراتين. ايه بقى الكيراتين ده؟ انا قلت لك الحصه دي هتفيدك في الجيم وهتفيدك في حياتك والجو ده. الكيراتين ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن ستراكشر بروتين، بروتين تركيبي، بس بيركب ايه؟ والله بيدخل في تركيب الهير، ايه، النيلز، بيدخل في تركيب السكن، ده الكيراتين. طيب في حاجه شبهه اسمها كرياتين. الكرياتين ده عباره عن كيميكال سبستانس شغلتها كلها ان هي تزود من الانرجي اللي موجوده في البودي، فبالتالي اشيل اوزان كتير في الجيم. يعني حاجه بتديني طاقه كتير. سيبك من الخرافات بقى بتاعت الكرياتين انها بقى بروتين جامد بيوقع الشعر ومش عارف، ما فيش الجو ده. خلاص الكرياتين عباره عن كيميكال سبستانس بتزود من ايه؟ بتزود من الانرجي اللي موجوده في البودي، فبالتالي انا بشيل اوزان اكتر في الجيم. خلاص ده الفرق بين الكرياتين اللي هو اصلا بيتكتب كده، والكيراتين اللي هو البروتين بتاع البودي او الاستراكشر بروتين. طيب ما انت عارف الامبورتنس بقى بتاعت البروتين ايه؟ والله ده المين ستراكشر سبستانس انسايد ليفينج اورجانيزم. والله ده انتر طبعا انتو ذا كومبوزيشن اوف ماسلز اند سام هرمون. يعني ايه؟ ده بيكون العضلات بتاعت الجسم وبيكون بعض الهرمونات. يعني انت عندك هرمونز في البادي عندنا بتكون عباره عن بروتين. الهرمونز دي زي ايه؟ عندك هرمون مثلا زي حاجه اسمها جي اتش، عندك مثلا الانسولين. دول اشهر حاجات. الجي اتش اللي هو هرمون النمو، والانسولين اللي هو هرمون السكر. في كتير بس كده كده خلينا شغالين مع دول المشهورين دلوقتي. ندخل بعد كده بيكون حاجه اسمها الانتي بودي، اللي هي الاجسام المضاده، اللي هي بتاعه المناعه او بتاعه مثلا الايه، السيروم، اللي هو المصل اللي بيتاخد في المستشفيات. تمام؟ ده غير الجسم يعني، ده من اللي هناخده من بره. نيجي بعد كده برضو بيشتغل في انه بيكون الانزيمز اللي مسؤولة ان هي تسرع الكيميكال رياكشنز اللي بتكون موجوده في الجسم. بيساعد في الترانسبورت بتاع الاسينشال سبستانس لايك الاكسجين انسايد ذا بلاد. يعني ايه؟ ما انت عندك جسمك بيكون في جوه حاجه اسمها ريد بلاد سيل، كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي بيكون فيها من جوه حاجه اسمها هيموجلوبين. خلاص الهيموجلوبين ده عباره عن ايه؟ هنا هيم معناها حديد، ايرون، وجلوبين ده عباره عن بروتين. فلما اقول لك البروتين بيساعد في ان انا انقل الاكسجين، لان البروتين بيكون الجلوبين اللي هيكون الهيموجلوبين اللي هيكون الريد بلاد سيل، اللي هي اصلا مسؤوله ان هي تشيل الاكسجين. لفه غريبه بقى، بايو، دي لفه البايو. المهم ده رقم 2 اللي هو البروتين. ندخل في رقم 3 بقى وهي الليبيد. الليبيد معناها دهون. خلاص بس واحدة واحدة. الليبيد طبعا كالعادة حاجة لارج، يعني بتكون عبارة عن بوليمر، يعني هتتكون من مونيمر. يعني لما اجي اقول لك اول حاجة الليبيد كديفينيشن are large organic molecule considered to be the energy stores in living organism. نقف هنا شوية. ده بيقول لك ده مخزن طاقة يا عم. يعني ايه؟ يعني الكرب ما كانتش مخزن طاقة؟ لا، ما احنا قلنا ان مخازن الطاقة في جسم كل حاجة. يعني ايه؟ يعني الكرب طاقة، الليبيد طاقة، البروتين طاقة، ما كل دي انرجي. بس جسم بيختار الكرب كبرايمري سورس، بيختار الليبيدز كسكندري سورس. وخلاص بقى لو ما عادش الاتنين دول في جسمنا اروح اكسر بقى من البروتين اللي هو اللي فات ده. وبكسر البروتين في حالة واحدة بس، خد بالك، في حالات الستارفيشنز، في حالات المجاعات. ما بنقدرش جسمي اصلا، ما هو كده كده في اولويات. انا مش هروح اكسر من نفسي، اكسر من تركيبي وانا عندي حاجات تانية ممكن اخد منها طاقة. بس لو خلصوا اضطر اروح هناك بقى عند البروتين. فلما اجي اقول لك الليبيد فيها طاقة، تقول لي ما هي طاقتها كبيرة جدا على فكرة. ده طاقة الدهون حرفيا اكبر من طاقة الكارب بمقدار الدبل، يعني الضعف بتاعها بالظبط بيكون موجود هنا. طيب الاليمنت اللي بتدخل في تركيبها ايه؟ كربون، هيدروجين، اكسجين. يبقى برضو ده لايك مين؟ لايك كارب.
طيب ندخل بعد كده انواع الليبيدز ايه او forms of lipid. طبعا في several form of them، يعني في animal fats وفي vegetable oils، في دهون حيوانية وفي زيوت نباتية زي بقى زيت الذرة وزيت الزيتون والجو ده. طيب بتتخزن فين الفاتس في جسمنا؟ والله في أنسجة موجودة في البادي اسمها الاديبوس تيشو، اللي هي الأنسجة الدهنية اللي بنستخدمها طبعا لما أنا بكون محتاج انرجي. طيب أهمية الليبيدز ايه؟ رقم واحد يا سيدي بيقول لك ان هي شغاله ان هي اصلا ثيرمال انسيوليتور. نبدا بدي عامه. طب ليه اصلا؟ لما اجي اقول لك في معلومه صغيره، البنات وهي جايه من اوروبا تصيف في مصر تقول الاقيها ماشيه في الشارع والبنت هنا متكلفتة ولابسه جاكيت ومش عارف ايه، تلاقيها لابسه شورت وكت وماشيه في الشارع عادي. طب ليه؟ ده الدنيا بتمطر والجو موت الجو برد قوي. يقول لك لا الجو عندكم حر. اشمعنى يعني الجو عندنا حر؟ ما الجو عندنا حر هناك عندهم في اوروبا في كندا والجو ده مثلا درجة البرودة عندهم ممكن توصل -5 -6 -10 كمان، فهم حرفيا قاعدين في التلاجة او في الفريزر. لما يجوا هنا درجة الحر 10 واحنا لابسين شتوي والدنيا كارب بالنسبة لنا، بالنسبة لهم حلو قوي يعني ده رضا. فبالتالي ليه اصلا ده حصل؟ جسمهم بقى بشكل علمي قوي بعيد عن الهزار يعني، جسمهم بيكون تحت الجلد طبقة من الفاتس، طبقة دهون بتكون موجودة اندر ذا سكين. الطبقة دي مش معناه ان هم ناس تخينة، لا هم الشيب بتاعهم حلو، بس الفكرة ان الطبقة دي تحت الجلد شغالة بقى. الطبقة دي بتعمل ايه؟ انسيوليتنج كفر، طبقة عازلة بتعزل البودي بتاعهم عن مين؟ عن الجو اللي بره. فلما اجي اقول لك مثلا عندك فايدة من فوائد الليبيدز ان هي بتعمل كانسيوليتور، اقول لك يعني مثلا في حيوان زي البير مثلا، الحيوان ده بيعيش طبعا فين؟ بيعيش والله في القطب الجنوبي او الشمالي، فحرفيا قاعد في عز التلج. ليه ما بيموتش؟ تحت جلده لو شلناه هتلاقي طبقة دهون مغطية جسمه كله. فالطبقة دي شغالة ان هي بتعزل جسمه عن مين؟ عن الانفايرمنت كلها. طبعا رقم واحد اوبتين انرجي، لان كمية الانرجي اللي جواها اكتر من الكارب بمقدار الضعف زي ما قلنا. نيجي رقم 2 بيلدينج سيلز، ما هو برضه خد بالك بتبني انسجة الجسم بس مش عندنا احنا. امال بتعمل ايه؟ لو فاكر كنا قلنا ان الخلية النباتية كانت بتترسم كده، وقلت لك الحتة اللي بره دي اسمها وول، وكنا قلنا ان الوول ده عبارة عن مادة كان اسمها سليلوز، ومادة السليلوز دي اصلا كانت عبارة عن حاجة او نوع من انواع الكرب. طيب نيجي بعد كده، طب اللي جوه ده، اللي جوه ده البلازما ممبرين، والبلازما ممبرين ده كان بيتكون مش من سليلوز بقى، بيتكون من حاجة اسمها فوسفوليبيد. خلاص، والفوسفوليبيد ده بيكون عبارة عن فاتس. وصلت؟ يبقى اللي بره الوول سلوز يبقى كارب، واللي جوه فوسفوليبيد يبقى فاتس. نيجي بعد كده رقم 4 اكت از هرمون، بتشتغل كهرمون. زي مين بقى؟ عندك هرمونات اللي هي السكس هرمون اللي بتكون موجودة في الجسم. السكس هرمون دي زي مين؟ عندك مثلا استروجين، عندك مثلا تستوستيرون طبعا. عندك ممكن بتشارك ان هي بتكون فيتامين دي، مش فيتامين دي بس، عندك فيتامين كي، فيتامين اي، فيتامين اي. حتى كانوا دايما بنبصمجها في كلمة في البايو اللي هي كده. طيب حلو، ندخل على البارت اللي بعده. قلنا طبعا حتة الكالوريك كونتنت. لما نيجي دايما اصلا ناكل بنقولك انا بحسب حاجة اسمها كالوريز. ايه معنى كالوريز؟ ده مقدار الانرجي اللي بتكون موجودة في الحاجة اللي عندي. فبقول لك the amount of heat produced by burning 1 gram of food، وكمية الكالوري اللي بتكون موجودة عامة او كمية الانرجي اللي موجودة في 1 كالوري 4.18. وزي ما احنا قلنا ان كمية الكالوري اللي بتكون موجودة في الفاتس اكتر بكتير جدا من الكالوري اللي موجودة في الكربوهيدرات. المعلومة اللي فاتت دي هي مش حاجة مهمة قوي، بيقولك ان انا كده كده علشان اقدر اشوف الكارب والبروتين والليبيدز جوه جسمي لازم طبعا اشوفهم بحاجة اسمها الميكروسكوب. اي نوع من انواع الميكروسكوب، الكترون ميكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني اللي بيعتمد على الالكترونز ان انا اقدر اشوف بيه البادي بتاعي، لان اكيد عيني مش هتجيب الدهون اللي موجودة في جلدي. ندخل بعد كده رقم 4 نيوكليك أسيد. نيوكليك أسيد معناها حمض نووي. فلما أجي أقول لك النيوكليك أسيد ده عبارة عن إيه؟ تقول لي ثواني، حاجة أورجانيك، يبقى بوليمر، يبقى حاجة حجمها كبير، يبقى بتكون من حاجات صغيرة اسمها نيوكليوتايد. واحدة واحدة تاني، قلنا النيوكليك أسيد عبارة عن أورجانيك، يبقى بوليمر، يبقى لارج إن سايز، يبقى عنده مونيمرز بتكونه. المونيمر اللي هيكون النيوكليك أسيد اسمه نيوكليوتايدز.
خلاص. ده حته الدي ان ايه. مثلا النيوكليوتايد ده بيكون عباره عن ايه؟ والله عباره عن مركب معقد شويه، هناخد تركيبه كده كده، بس بيروح يكون الدي ان ايه اللي هو اصلا بيعمل فيوجن مع البروتين علشان يكون لنا الكروموزومز بتاعه الجسم، الكروموسومات بتاعه الجسم. وطبعا كمعلومه، انا جسمي فيه اصلا كام كروموسوم؟ بيكون فيه 46. طيب حلو قوي. نيجي بعد كده قلنا طبعا ده الدي ان ايه. النيوكليوتايد والله ده بيكون الشكل بتاعها. شكلها ايه؟ خد بالك في معلومه في الاول خالص كنت قلت لك ان احنا عندنا سكر مونو كان اسمه سكر الريبوز. سكر الريبوز ده كنا قلنا ان هو سي 5. لو كده اصلا مش فاكرها ارجع لاول حصه خالص. سكر الريبوز ده بيدخل في تكوين، كنت قلت لك الدي ان ايه والار ان ايه اللي هو الايه اللي هو النيوكليك اسيدز. ازاي؟ ده السكر بتاع الريبوز اهو بيدخل في تكوين النيوكليوتايد اللي بتكون الدي ان اي والار ان اي. وفي الجنب خالص بنقوم ماسكين فيها كده بفوسفات جروب، وهنا ماسكين فيها كده بحاجه اسمها نيتروجين بيز. الحاجات دي كلها بايو قوي على فكره، بس يعني عشان برضو ما تبقاش طالع من اولى ثانوي وانت دنيتك مش مجهزه قوي ان انت تاخد بايو، يعني على الاقل فاهم بنسيستم لك الدنيا شويه كده. الحاجات دي كلها هتتعلم ان شاء الله في ثالثه ثانوي. طيب احنا قلنا تاني سكر الريبوز هيدخل في تكوين النيوكليوتايد اللي هي اصلا بتكون النيوكليك اسيد، او هتكون المونيمر بتاع بتاع امينو اسيد ايه بتاع النيوكليك اسيد. فالاستراكشر تاني بتاع النيوكليس، انت عندك اول حاجه هنا سكر اسمه سكر الريبوز تاني زي ما احنا اتكلمنا. والله قلنا سكر الريبوز ده لازق فيه من الجنب هنا مجموعه فوسفات جروب طبعا، ومن الجنب هنا بيكون فيه نيتروجين بيز عند ذره الكربون رقم 1، وهنا عند الكربون نمبر 5. فده شوجر فوسفات جروب نيتروجين بيز. بس ثواني، طب ما الحاجات دي كلها فيكسد، يعني ده فيكسد في اي نيوكليك اسيد، دي فيكسد في اي نيوكليك اسيد. خلاص، امال ايه اللي مختلف دايما؟ عامه ده فيكسد في الدي ان اي كله، ده فيكسد مثلا في برضه الدي ان اي كله، انما ده مختلف في ايه؟ مختلف بين النيوكليوتايدز وبعضها. ازاي؟ عندك 5 نيتروجين بيزز. كام واحده؟ 5. اول واحده فيهم اسمها ايه؟ اللي هي ادينين. تانية اسمها جي اللي هي جوانين. بعد كده سي سيتوزين. بعد كده تي ثايمين. الاربعه دول بيدخلوا في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه. طيب نيجي بعد كده عندي برضو ادينين جوانين سيتوزين، بس هناخد معاهم اليوراسيل، يبقى كده بكون ار ان ايه. هتتلخبط واحده واحده. عندك لو هاجي اتكلم عن الدي ان ايه بيدخل فيه 4 كايند من النيتروجين بيزز، 4 انواع اللي هم مين؟ A G C T. طب لو هاجي اتكلم عن ار ان ايه هتكلم عن 4 برضو اللي هم ال A وال G وال C وال U. وصلت؟ يبقى الفرق بين الدي ان ايه والار ان ايه التي هنا واليو هنا، بس مش اكتر من كده. طيب اصلا قلنا ايه فايدتهم عامه؟ يعني ايه فايده الدي ان ايه وفايده الار ان ايه؟ فايدتهم ان هم حاجات بتكرر الجينيتك انفورميشن بتاعتنا، بتكرر المعلومات الجينيه اللي هي اصلا مسؤوله عن اظهار الصفات الخاصه بينا. بس خد بالك ان مش كل الاورجانيزمز تكون دي ان ايه ومش كل الاورجانيزمز تكون ار ان ايه. اشهر حاجه طبعا هو الدي، ده مشهور قوي، ده موجود في الهيومن، في البلانت، في الانيمال، في اغلب الكائنات اللي ربنا خلقها. خلاص، موجود برضو في فيروسات كتير قوي. امال ده متخصص اكتر في الفيروسز، متخصص اكتر في بعض الفيروسات. زي ناخد اكزامبل الار ان ايه مثلا موجود في فيروس زي فيروس الانفلونزا اللي هو بيجي لنا كلنا اليومين دول، زي فيروس كورونا. اصلا الار ان ايه بيكون وان ستراند، شريط واحد، فدايما شكله بيتغير. فلو تفتكر اصلا ايام كورونا كان بيقول لك ان كورونا ده متحور، كان دايما بيسميه متحور كورونا لان هو كان ايه؟ كان ار ان ايه او شكله بيتغير. خلاص، شكله مش فيكسد، اما الدي ان ايه كان فيكسد كده كده. خلاص، فالدي ان ايه هنا بيكون فيكسد، اما الاخ ده بيكون فاريبل، بيكون متغير او متحور. طيب نيجي بعد كده غير الانفلونزا والكورونا في فيروس اسمه مثلا اتش اي في اللي هو هيومن اميون فيروس، او له اسم تاني مشهور اسمه فيروس الايدز. خلاص، الفيروس اللي بيجي بسبب مثلا السكشوال ميتنج او بيجي بسبب الترانسفير بتاع البلد، واتعمل عنه كذا مسلسل عامه في مصر حتى. نيجي بعد كده الدي ان ايه في فيروسات، فيروسات زي ايه مثلا؟ في فيروس موجود برضو بيكون دي ان ايه اللي هي الحاجات الفيكسد او الحاجات اللي بتيجي مره واحده في العمر، زي فيروس اسمه البوكس فيروس. البوكس فيروس ده اللي هو الجدري. طب في فيروس تانية في مثلا هيباتيتس بي اللي هو فيروس الكبد، بس فيروس بي. خلاص، دي كلها عامة بتاعة ال DNA وال RNA. بعد كده دلوقتي في المودرن بايوتكنولوجي ابلكيشنز في عندنا خاصية بنستخدمها جديد اسمها CRISPR-Cas9.
كريسبر كاس 9 ده بيمكننا ان احنا نقدر نعدل على الجينات بتاعه الجسم، بقدر اعدل على الجينز بتاعه البودي وهي لسه بيتكون ولسه الجنين بيتكون، بيقدروا يعدلوا على جينات معينه فيه عن طريق التقنيه دي. ازاي؟ دي بتكون عباره عن سيزر، مقص، بدخل فيه بشوف مثلا لو انا عندي هنا في الدي ان ايه كله سليم بس الحته دي بايظه، بيقوموا داخلين على الدي ان ايه من الحته دي وشايلين البيز اللي بايظه وحاطين بيز سليمه، فبالتالي الجينز بتاعتنا كلها تطلع مظبوطه. بس هم دلوقتي بيستخدموها في حاجات غريبه قوي، يعني غير الانيمالز احنا طبعا بنستخدمها اكتر على الانيمال، عشان يعني نجيب مثلا بقر جيناته حلوه فيطلع ملك كتير، لحوم كتير، الجو ده. بيستخدموها على الهيومن في ايه بقى؟ ممكن ساعات بيخلوا الجنين يغيروا لون عينه، يعدلوا على جينات الجنين. طبعا هو حاجات غريبه، مش طبعا نسبه نجاحها مش لا اعلى حاجه، بس ده اللي بيحصل دلوقتي. فالمهم ده هي ده المودرن بايوتكنولوجي. احنا كده خلصنا ده البارت التاني من ليسون 1. كده الحمد لله ليسون 1 اتقفل تمام. فانا عايزك بس ايه تظبط الشير مش عارف ايه، وتذاكر بجد بما يرضي الله، ده اهم حاجه، ده المهم عندي. وتسيب كومنت حلو برضو تخلينا نكمل لان يعني الدنيا الفيوز مش احسن حاجه عامه. فده اللي انا عايزه منك خلاص. غير كده هنكمل ان شاء الله باقي الليسنز بعدين. فيلا بقى، سلام.